يا رضوى أنا عندي 34 سنة ومطلقة. أهلا وسهلا أهلا وسهلا، يعني هنا جنب مامتك حبيبتك هنا أهو. يا أهلا وسهلا، يا ألف أهلا، أهلا على أهلا، أهلا جوه أهلا، أهلا جنب أهلا. يلا، من 5 سنين قابلت شاب وحبيته قوي، هو كمان حبني قوي، بس الظروف ما كانتش مناسبة. الحمد لله إن هي جت على قد كده. دلوقتي هو بقى كويس وبيشتغل ويسافر وبعد عن السكة اللي كان ماشي فيها. فجأة انا واثق ان بعد الكلكعه هتيجي الشخلعه. لقيت نفسي بدعي ليل ونهار في كل سجدة وفي قيام الليل إنه يبقى من نصيبي. حلو. هتكنيلة في ذوقك، أنت فاكرة أحمد عيد؟ بقيت أطلع صدقات دايما بنية إن ربنا يحقق لي أمنيتي. ايه هو دي يا مؤمن؟ أنا مش عارفة إيه اللي بيننا، إيه اللي بينه وبين ربنا يخليني أتمسك بيه وأدعي علشانه بإلحاح ده طول السنين دي، شغل فجر الاسلام ده مش هيمشي معايا. رغم إن ماضيه عمل فيه كل حاجة غلط تتخيليها. امال عملت كده ليه؟ أنا بحبه قوي ومتعلقة بيه قوي. أنا متأكدة إن هو مش هيسيبني أروح منه. يا سلام. بس أنت حد يحب واحد شبه فرس النبي كده؟ أنا بص أنا همشي معاك يا ست الكل واحدة واحدة وبالراحة جدا. انت بنت، انت ست متطلقة، على عيني وعلى راسي واهلا وسهلا بيكي في نادي المطلقات. خلاص، حبيتي واحد حقك، بحبك يا سايع. هو كمان حبك حقه. شفتي وانت ست عاقله وزي الفل، شفتي ان ظروفه مش مناسبه وان هو بيعمل حاجات ايه مش مظبوطه. ست الكل بنتنا المحترمه بعدت عنه. كويس اهو، وقع في شر اعماله. برافو. حضرتك بقى دلوقتي بتصلي في كل سجدة في قيام ليل إن هو يبقى من نصيبك. بقالك 5 سنين بتدعي يا ست الكل إن الراجل ده يبقى من نصيبك، وربنا لسه ما كتبش إن هو يبقى من نصيبك. طيبة وعلى نيتها، بس كانت فرس. تبقى إجابتك في السطر اللي بعديها يا ست الكل أنا مش عارفة إيه اللي ما بينه هو وبين ربنا يخليني أتمسك بيه. ما مش مترجماها اللي ما بينك وبين ربنا يخليكي تدعي 5 سنين إن هو يجوزولك وربنا ما بيجوزولكيش يا شيخة. وده معناه ايه؟ ده ايه الترجمة دي؟ بتترجموا الحاجات ازاي؟ ما على فكرة هي ملك وكتابة، وبتطلعي صدقات علشان الراجل ده يجي يتجوزك. بقالك 5 سنين وما جاش لحد دلوقتي وبتقولي لي انا مش عارفة ايه اللي ما بينه وما بين ربنا. بضحك، ايوه بضحك، ما انت قلمك تضحك بصراحه. انا بقول لك انت اللي ما بينك وما بين ربنا واضح انه عمار، لان ربنا بقالك 5 سنين بتلحي عليه ان هو يجي يتجوزك، وربنا سبحانه وتعالى بينقذك وعمال يوقف لك الحكايه وانتي مترجماها في حته تانيه خالص. يا ما نفسي تنسى البت النيله اللي انت بتحبها دي وتحبني انا. احنا هنعمل احلى دويتو. بل رغم كل ماضيه اللي عمل فيه كل حاجه غلط، يعني انت عارفه ان هو اساسا يعني هو كده. اسمع لي، محسوبك زباله. انا بحبه قوي ومتعلقه بيه قوي. طب اوعوا لي بقى عشان انا همد ايدي على البت دي النهارده. ليه؟ انتوا بتحبوا وبتتعلقوا بناء على ايه؟ ماسكه في شلاضيمه. يعني انا لما اجي النهارده اقول ان انا بحب احمد، انا بحب احمد قوي ومتعلقه باحمد قوي، ومحدش يجيب لي سيره احمد لان احمد ده احلى حاجه في حياتي. انا بحب احمد. ربنا يخلي لك شلاضيمه. خلاص، انا بحب احمد لان احمد لطيف معايا. احمد بيودني، بيسأل عليا، بيقول لي وحشتيني. احمد بيخرجني، احمد بيفسحني، احمد بيوريني الحاجات الحلوه. لما بعمل حلقه كويسه احمد بيقول لي انا اتفرجت عليكي النهارده وكنتي زي القمر وخطيره.
احمد مهتم بتفاصيلي، بيقعد يتفرج على كل حلقاتي، ولو ما لحقش الحلقه بيقعد يتفرج عليها على الفيسبوك. احمد بيراعيني وبيشوف بناتي وبيقول لي خلي بالك من صحتك، وبيشجعني اروح الجيم، وبيخليني باتر فيرجن، بيخليني نسخه احسن من النسخه اللي رضوى الشربيني اصلا عليها. احمد بيخلي ابتسامتي من هنا لهنا، فانا متعلقه باحمد. هيحكوا الناس عليه. هيقولوا شوفوا حبوا بعض قد ايه. يا ابن اللعيبه، انت جيت هنا قبل كده؟ لا ده ماما كانت بتيجي وكانت بتجيبنا معاها واحنا صغيرين كل خميس نتفرج يعني. ها؟ انت ما تعرفيهوش، انت اللي مقرره ان انت تحبيه، وانت اللي مقرره ان انت تتعلقي بيه. هنعمل ايه ياما؟ ما على يدك. انت هتقرري ان انت مش هتحبيه، وهتقرري ان انت مش هتتعلقي بيه، والدعوه اللي انت عماله تلحيها على ربنا، وربنا مش عايز يستجيب لك بقاله 5 سنين عشان عايز ينجيكي. صحيح، طولت البال تناول الامل، جت اللحظه اللي كنت مستنيها من زمان.